السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة منوعات جزائرية دي زياد. ان شاء الله تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو اليوم حبيت نشارك معكم طريقتي في تحضير الكوكا. تجي بزاف بنينه، واهم حاجه انه بلا عجينه توريق تقدري توجديها في الدار برك. ما تحتاجيش مكونات بزاف، ما تحتاجيش فيها عجينه توريق، ما تحتاجيش فيها ثاني زبده التوريق، ما تحتاجيش فيها ثاني نشا، يعني غير مكونات قليله. بابسط المقادير تقدري توجديها، تجي بزاف بنينه، واهم حاجه تجي خفيفه وتجي مقرمشه وتجي ثاني مورقه كما راكم تشوفوا في الفيديو. تجي بزاف بنينه. بهذا الوصفه ولا بهذه طريقه التحضير تقدري توجديها. وراح ديري كوكا بزاف بنينه. تقدميها هكذا في الغداء ولا في العشاء. نبداو في طريقه التحضير. اول حاجه هنا هذه الكونتيتي درت لي زوج سنيوات كوكا. اول حاجه نديروها نجيبوا الحليب يكون دافي، نديروا كاس حليب دافي، نديروا كاس كبير حليب يكون دافي، ونديروا معاه ثاني مغرفه حوالي مغرفه صغيره خميره فوريه، خميره الخبز، وثاني شويه سكر. نخلطهم مع بعضهم، ومن بعد نزيدوا عليهم نص كاس زيت وحبه بيض، ونخلطوا ثاني كلش مع بعضه. ومن بعد نبدا نزيد الفارينه بالتدريج. الفارينه نحطها غير بالتدريج برك. نحط الفارينه ونزيد عليها نص كيس خميره كيميائيه، وندير ثاني مغرفه خل. يعني مغرفه الخل هذيك هي اللي راح تعطي ديك القرمشه، وراح تعطي ديك الهشاشه للكوكا. ومن بعد نكمل نزيد الفارينه بشوي بشوي، والملح ثاني ما نساوش الملح حتى نتحصل هكذا على عجينه تكون طريه. ندلكها دقيقه ولا زوج دقائق ميم با، يعني ما تحتاجش تدلك بزاف. كيما راكم تشوفوا هكذا العجينه راها طريه وراها مليحه، تقدري تتحكمي فيها متماسكه. راح نقسمها هكذا على ربع كريات يكونوا هكذا صغار. انا زوج درتهم شوي كبار والاخرين درتهم متوسطين برك على حساب حجم السنيوه. ونحطهم نغطيهم ونحطهم في الفريجيدير يروبوزي واحد النص ساعه. كيما قلت لكم نحطهم في الفريجيدير واحد النص ساعه هكذاك ابي بري، نغطيهم ونخليوهم. هنا خليت العجينه تروبوزي في الفريجيدير. نروح ندير الحشو. هنا الحشو تاع الكوكا باين هو تكتوكه، نديرو فيها بصله، نديرو فيها طماطم، ونديرو فيها فلفل. انا درت راس فلفل حار للبنه برك. تكتوكه عادي المعتاده اللي مالفين نديروها. اول حاجه قطعت هنا البصله، درتها هكذا مكعبات صغار باه تزرب الطيب، وممكن كي ناكلو ما تبقاش نيه هكذاك في داخل الكوكا الحشو يعني. حطيت هذيك البصله هكذا كيما راكم تشوفوا تتبال، ومن بعد راح نزيد عليها راس فلفل حار. هنا الفلفل يبقى اختياري، تقدروا ديروه تقدروا تنحيوه، مي هو راح يعطي بنه للتكتوكه وللحشو تاع الكوكا. بعد ما تقليت هذيك البصله شوي رحت زدت لها الفلفل، ومن بعد نخليهم يتقلاو مع بعضهم. نروح نقطع طماطم. انا هنا طماطم قشرتها وقطعتها ثاني هكذا مرصوات صغار. درت ربع حبات صغار، يعني ماهمش كبار الحبات، نقدروا نديروا زوج حبات كبار كي يكونوا كبار، مي انا كانوا صغار درت ربع حبات صغار برك، قشرتهم قطعتهم. وبعد ما تقلى الفلفل والبصله هذيك وليت حطيت الطماطم وزدت عليهم الملح. ما نساوش الملح. وثاني مغرفه طماطم مصبره، ورشه فلفل كحل، ورشه سكر شوي برك، رشه سكر باه ما تجيناش باه ما تجيش الحشو، يعني ما تجيش هذيك لاصوص حامضه بالطماطم. فوالا هذا مكان نخلي داك الحشو يطيب مليح مليح باه ما تبقاش هذيك البصلانيه والخضرانيه، لازم تطيب مليح. هنا بعد ما روبوزيت العجينه رحت خرجتها من الفريجيدير. شوفوا كي روبوزيت كيف راها تتحل، يعني فاسيلمون بسهوله تتحلك. هنا حليتها غير بالفارينه، ما حليتهاش بنشا، عادي حليتها بالفارينه وراها تتحل بشكل عادي، تقدري تتحكمي فيها كيما تحبي. يعني لا، يعني مكوناتها بسيطه وقليله، مي العجينه راح تجي روعه، تجي خفيفه وتجي مقرمشه وتجي مرقه. ثاني اهم حاجه في الكوكا ما درتش فيها زبده التوريق، ما درتش فيها ثاني نشا. كيما راكم تشوفوا مكونات قليله، وسر التوريق تاعها هو الزبده. فوالا هذا مكان. هنا جبت هذيك العجينه الاولى حليتها هكذا كيما راكم تشوفوا، السمك تاعها كان رايحه يعني رقيقه. ومن بعد ذوبت الزبده
فرغت عليها الزبده هكذا من الفوق كامل، ودهنتها بالبيان، يعني دهنتها مليح، لانه السر يعني الخفه والهشاشه والسر تاع هذاك التوريق هو الزبده. هنا الزبده ذوبتها وحطيتها يعني بالبيان كامل في ليكوتي. ومن بعد راح ندير هذه الطريقه، نطبق العجينه هكذا على الجهتين، يعني كل كريه نديرها بهذه الطريقه باه تجي الكوكا ممرقه وتجي ثاني خفيفه. نطبق العجينه على الجهتين، ومن بعد ما طبقتها نزيد نحط الزبده هكذا من الفوق، ومن بعد نزيد نطبقها فوالا هذا مكان، ومن بعد نزيد نطبقها على 3. ثم هكذا راح تجي مرقه الزبده، وهذه الطريقه راح تعطي التوريق للكوكا. فوالا كل كريه نديرها بهذه الطريقه. وهنا نحطها في الفريجيدير باه الزيت تروبوزي والزيت تحكم روحها. راح نزيد نخدم هذه ثاني الكريه الثانيه، كرة العجين هذه ثانية بنفس الطريقة نحلها وندير لها الزبدة من الفوق، وبنفس الطريقة يعني نفس الخطوات نعاود نديرهم مع كامل كريات العجين هذوك اللي درتهم. اذا وصلتوا معايا لهنا ما تنسونيش من دعمكم للقناة، فضلا اعجاب في الفيديو واشتراك في القناة. يعني تقدري توجدي الكوكا وتجيك خفيفة مقرمشة ومرقة، مكونات قليلة، مكونات بسيطة موجودين في كل دار. يعني هذه الطريقة راها طريقة ناجحة للكوكا ومجربة، تقدروا تعتمدوها كي تحبوا توجدوا الكوكا تجي بزاف بنينة ثاني. اهم حاجة في الكوكا انه تجي خفيفة وتجي مقرمشة. فوالا هنا نحط هذو كريات العجين كامل اللي درتهم بهذيك الطريقه في الفريجيدير يروبوزيو، حتى يتماسكوا الزبده ديك تحكم روحها. ومن بعد نجبدهم نبدا نحل فيهم بالوحده. هنا راح نبدا نحل في هذيك الاولى. انا راني حليتها درت لها السمك ثاني رقيقه، ما تجيش خشينه وما تجي ثاني رقيقه بزاف، يعني سمك متوسط برك. نحطها في السنيوه وهنا دهنتها بالزيت، والحشو ديجا كان راهو طاب. نحط هذيك الطبقه الاولى اللي كنت حليتها، ومن بعد نحط الحشو اللي كنت درتو ديجا راهو جد وكلش راهو طايب. الخضره جات يعني الخضره لازم تكون طايبه باه كي ناكلو ما تبقاش هذيك الخضره نيه. فوالا نوزعها هكذا كيما راهي كامل هذا الحشو. هنا تقدروا تزيدوا الطون، تقدروا تزيدوا فيونداشي، يعني يبقى الحشو اختياري. انا درت جوست تشكتوكه ونزيدوا من الفوق الفرماج، رابيت الفرماج هكذا من الفوق. نقدروا نستعملوا كامل انواع الفرماج. ومن بعد نزيد نحط الطبقه الثانيه اللي كنت حليتها. فوالا هذا ما كان تما هكذا جاوني 2 سنيوات من الكوكا ودهنتها بالبيض. هنا باه ما تحلناش لازم نسكروا ليكوتي بالبيان باه ما تحلناش وباه ما يخرج لناش الحشو. ومن بعد دهنتها بالبيض وشوي حليب من الفوق. وهنا قبل ما ندخلوها طيب لازم نقطعوها بهذه الطريقه.
ومن بعد نحط لها من الفوق فلفل ولا زيتون، واش نحبوا نديرو نحطو من الفوق، ونزيد نخليها تروبوزي واحد 10 دقائق هكذا قبل ما نطيبها وندخلها للفور. ديجا الفور نكون سخنت ونخليها طيب من التحت ومن الفوق حتى تتحمر وطيب بالبيان، ونخرجوها. وشوفوا لي الكوكا بدون عجينه توريق، بدون زبده توريق وبدون نشا، تجي بزاف بنينه، تجي خفيفه مرقه ومقرمشه من اروع ما يكون. يعني طريقه تحضير سهله، مقادير بسيطه يعني، وانتي وجدتي فيها كوكا ولا كوكا للغداء ولا للعشاء بزاف بنينه. اذا وصلتوا معايا لهنا، دعمكم اشتراككم في القناه واعجابكم للفيديو، انا نخليكم تكملوا الفيديو للاخير. نقول لكم تلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى مع حبايب اخرين. دمتم في امان الله وسلام.